في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 39 لاندلاع الكفاح المسلح، خلد الطلبة الصحراويون بالموقع الجامعي مراكش هذه الذكرى على طريقتهم الخاصة بشكل نضالي راقي ضم أزيد من 180 طالب. افتتح بالحي الجامعي في حدود الساعة 10 ليلا، حملت فيها صور المعتقلين السياسيين الصحراويين ولافتات كتب عليها الطلبة الصحراويين بالموقع الجامعي مراكش يعلنون تضامنهم اللامشروط مع المعتقلين السياسيين الصحراويين خيا والكفيف الشهداء بدون تزيف، لا بديل عن تقرير المصير. ورددت خلاله مجموعة من الشعارات الوطنية من قبيل بالكفاح والسلاح نفدي الصحراء بالأرواح، فوق الدم وتحت النار الجبهة هي الإطار، لا بديل عن تقرير المصير. إلى الأمام يا عشاق الحرية، ولن نخاف لن نهاب القمع البوليسية. ليدخل الطلبة الصحراويون في مسيرة طلابية حاشدة مزلزلة أرجاء الحي الجامعي، مما أدى إلى تعاطف الطلبة المغاربة من داخل الحي وانضمامهم إلى المسيرة التضامنية ليفتح من جديد الشكل النضالي وسط الحي الجامعي. وقد ثبت جل المداخلات سواء من الطلبة الصحراويين أو الطلبة المغاربة، وكذلك الفصائل التقدمية المساندة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والتضامن المبادئي واللامشروط مع المعتقلين السياسيين بالسجون المغربية، مهنئين الشعب الصحراوي بذكرى 39 لاندلاع الكفاح المسلح. وقد أكد الطلبة الصحراويين من جديد بتشبثهم بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي، ليختم الشكل النضالي الراقي ببيان.
استقبال